السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة زهيمير في مغامرة جديدة من مغامراتنا في عالم النهاردة هنبدأ مغامرة جديدة بقصة جديدة. لو جاهزين للمغامرة لايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا. بيبدأ المشهد بإن في واحدة بتنهال ضربة على شخص ما وبيقول اسمي هو، وبتنطق البنت اسمه بس هو بيكمل وبيقول إن ده مش مهم، أنا كده كده ميت. بيبدأ في اليوم الأول يفتح بطلنا عينه ككل انميات الايسيكاي، بيلاقي قدامه وحش أخضر شكله وحش وبيقول الوحش الاخضر اعتقد اني هسمي الضخم اللي هناك ده جوبوتشي وهسميه جبر وبيوكله. وبنروح لليوم التاني بيصحى جبر وبيلاقي نفسه وسط مجموعه من الخضر اللي شكلهم وحش، هو اللي بيقول كده مش انا، واخد باله انه منهم وبيتاكد ان ده مش حلمه وانه مات وصحى كجوبلين. وفي اليوم التالت بيكبر جبر وبنعرف ان الجوبلين كائنات بتكبر بسرعه. وبنروح لليوم اللي بعده وبيكون الشيخ العجوز بيقدم لهم اخر وجبه هياخدوها منه ومطلوب منهم بعد كده كل واحد يجيب اكله لنفسه. بيخرج جبر من الكهف وبيشوف الشمس وبيلاقي ان العالم ده زي العالم القديم، شمس واحدة والسماء زرقاء، بس الاختلاف الطيور والنباتات المرعبة اللي موجودة في العالم ده عن العالم الأصلي بتاعه. المهم جبر وجوبوتشي بيشكلوا ثنائية للصيد وبيبدأوا يصيدوا بإن واحد يجري ورا الفريسة والتاني يهاجم، وبينجحوا في اصطياد الأرنب ذو القرن. وبيكسر جبر قرن الأرنب بعد ما شرح لجوبوتشي طبيعة علاقتهم. ولما مسك القرن بتاع الأرنب ظهرت رسالة مكتوب فيها إن جبر حصل على قرن مخلوق صغير. بيطنش جبر الرسالة وبياكل جبر وجوبوتشي لحم الأرنب. بيكملوا صيد الارانب وبيستخدم جبر قرن الارنب عشان يصطاد الارنب وبيقطم قرن الارنب التاني فبتظهر الرساله تاني. المهم يعني كملوا اكل وجبر وهو بياكل بيكتسب قدره هروب من الارنب وبيكتشف انه راجع للعالم ده مع قدرته اللي اسمها امتصاص واللي اتولد بيها في العالم الاصلي، وان القدره دي عباره عن انه يقدر ياكل حديد او ذهب او سم وبيكتسب خواصهم. وواضح ان اي قدره تانية حصل عليها في حياته اللي فاتت اتمسحت باستيكه. وهنا جبر بيحس انه محظوظ ان العالم ده فيه مخلوقات كتير جدا عندها قدرات نادرة وده هيخليه يعرف يحصل عليها. وفي اليوم السادس بنت من العفاريت اسمها جوبي تتصدم لما تعرف ان جبر وجوبوتشي بياكلوا من الارانب وحيده القرن، فجبر بيستغرب وبيكون شايف انه عادي. فبتقول له جوبي انه لا، وان في واحد من العفاريت مات بسبب طعنه من قرن ارنب من الارانب دي، وبتكون عارفه ان جبر هو اللي اصطاد الارانب دي، فبتعجب بيه وبتتشد لقوته وذكائه. ولما جوبتشي بيسالها هي شايفاه ازاي بتقول له انه يا دوب عفريت عادي، فجبر بيعرض عليها تصطاد معهم فجوبي بتوافق. بس اليوم اللي بعده بتكون الدنيا بتمطر فبيأجلوا الصيد وبيروح جبر للمخزن عشان يشوف اي حاجه موجوده يصنع منها سلاح، وبعد شويه بيرجع بشويه ادوات عشان يعمل منها سلاح. بس مش بيقدر ينسى اللي شافه في المخزن، وبنعرف انه شاف ستات محبوسين في المخزن بس ما بيبقاش فاهم هم ليه محبوسين، فبيقرر يفكوا من الموضوع ده وما يفكرش فيه. فالراجل العجوز اللي سمى جبره بيكون منبهر بيه جدا وبيقول له ان شكله كده مستواه بيزيد اعلى من الباقي، بيقول له يخبطها على دماغه عشان يشوف مستواه. فجبره بيعمل كده فبيلاقي ان مستواه وصل 86. والراجل العجوز بيشرح لجبره انه لما يوصل لمستوى 100 ممكن يتنقل لشكل حياة أرقى، بس ده مش هيحصل لأنه نادر الحصول. وبنفهم يا برو إن العفاريت بتكبر بسرعة جدا وإن الراجل العجوز ده في العشرينات من عمره. وبيكمل الراجل العجوز كلامه وبيقول إن العفاريت التانية جاية قريب وهيشوف بنفسه شكل العفاريت المتطورة إزاي. وبيضحك وهو ماشي وهو بيقول إيه نوع الفريسة اللي هيصطادوها المرة دي. وتاني يوم بيخرج الفريق للصيد وبتخرج جوبي معاهم وبتكون مسؤولة عن الدعم، وبتعاونهم هما الثلاثة مع بعض بيصطادوا حيوانات كتير. ولما جوبي بتاكل بتعيط هي كمان لأنها ما كانتش بتاكل لحمة أصلا. ولما جبر بياكل بيكتسب قدرات جديده منها مقاومه السم والعين الشريره، فبيفهم ان التعبان ده كان اقوى بكتير. في جابتشي بيقول لجبره ممكن اكل الراس تعبان، فبيقول له جبره لا لانها سامه وان اي حد هيموت ما عدا جبره لانه اكتسب مقاومه السم. ومش بيحصل كتير في اليوم التاسع والعاشر، فبيروح لليوم ال11 اللي بيدخلوا فيه كهف وبيلاقوه مليان خفافيش، فبيواجهوهم بتعاونهم وبيقعدوا ياكلوا فيهم وبيكتسب جبره قدرات اجدد. وبيكون في مجموعه من العفاريت بتراقبهم ميتين من الجوع. وبالليل والكل نايم بيتجمع مجموعه من العفاريت وبتحاصر جبره وبيكتروا عليه، بس جبره وقتها بيشتغل عنده قدرة البحث وبيعرف ان في ناس هتهجم عليه، فبيقوم مرة واحدة وبيقوم بيهم هم الستة، وفي واحد منهم بيتصاب اكتر من التاني. فبيستوعب جبره انه ما ظبطش كمية السم على سلاحه وبيقرر انه يعلم باقي العفاريت درس. وفي اليوم ال13 الشباب بيروحوا يصطادوا حيوان القرد، فجوبتشي بيتصاب وبيقع، فبسرعة جوبي بتوقع السلاح من ايد القرد فبيهجم جبره وبيقول لهم علي انا المرة دي، وكله بيقف بيتفرج على جبره وهو بيهزم القرد وبياكله وبيكتسب قدرات جديدة. وبعد ما بياكلوا وبيشبعوا بيقرر جبره انه ياخد الاكل معاه للعفاريت اللي في القريه، فبيشكروه وبيبداوا ياكلوا لحمه لاول مره في حياته. وجبره هو واقف قدامهم بيسال نفسه هو ليه ما كانش بيساعد الغلبه في العالم القديم. الظاهر كده انه اتغير من وقت ما جه على العالم ده. وبالليل هم نايمين جبره بيحلم حلم غريب كده عنه، بس هو بيكون تعبان ومش قادر فبيوافق وخلاص وبيكمل نوم. تاني يوم جبره بيكون شكله اتغير وبقى شبه شكله في العالم القديم، وجابتشي هو كمان شكله اتغير، وكله بيتفاجئ ان شكلهم اتغير وانهم بقى اقوى واتطوروا. ومع
عداش شهر على ولادتهم، وجابتشي بيكون عاوز يجرب قوته، فبيقول له جابرو نروح نصطاد، فجابتشي بيقول له لا انا عايز اقاتلك، فجابرو بتعجبه الفكره. وفي المشهد اللي بعده بنشوف الاثنين بيتقاتلوا بشكل مبهر، وبنعرف انهم مقاتلين اقوياء، وانه جابرو اسرع بيهزم جابتشي. وبيقول جابتشي انه متفاجئ من قوه جابرو، فبيرد عليه جابرو انه لسه ما شافش القوه الاصليه. وبيسمع جابرو صوت ذئاب بتعوي، فبيندى على جوبي اللي بتكون مستخبيه ورا الشجره وبتتفرج عليهم، فبيقول لها تروح تجيب الكوس اللي عملوه من كام يوم. وبنروح للمشهد اللي بعده، بنلاقي قطيع من الذئاب المتوحشه وبيهاجموا الارانب، والاورك اول لما يشوفهم بيهرب منهم بس مش بيلحق، والذئاب بتهجم عليه وبتدشمله. وهنا بيقول لهم جابرو ان الذئاب دي هي التمرين المناسب لاختبار تطورهم، فبيخلي جوبي تضرب القائد بتاعهم بالقوس، وبعدين بيهجم جابرو وجوبتشي وبيقطعوا الذئاب. وبيقول جابرو نفسه انه استخدم السم بتاعه على الاسهم اللي جوبي بتستعملها، وده اللي ساعدهم يهزموا زعيم القطيع وخلى القطيع يتوتر وميبقاش متماسك، وساعدهم على هزيمه القطيع. وبعدين جابرو بياكل القائد وبيكتسب مهارات كتير منها القياده العسكريه. وبعدين بيرجع لباقي العفاريت بالذئاب اللي اصطادها، وبيقول لهم انهم لازم يصطادوا قد اللي بياكلوه ده. فالعفاريت بتقول له ان ده صعب علينا، وبيقول لهم جابرو انه انا هعلمكم ما تقلقوش، وكمان هعلمكم ازاي تصنعوا اسلحه. فبتهتف العفاريت باسمه وبتفرح، ومش بيبقى جابرو عارف هل ده بسبب قدره القياده العسكريه اللي اكتسبها ولا لا، بس بيبقى شايف الطريق اللي هيمشي فيه، وبيحس انه يقدر ياكل في العالم ده لحد ما يبقى عنده قوه خارقه ومحدش يقدر يبقى واقف قدامه، ويقود زمايله لتحقيق هدفه. وبعد 4 ايام بيكتشف جابرو ان الجبن لسه ضعفاء وقدامهم كتير قوي عشان يتعلموا. وهو ماشي بيلاقي في كارثه بتقرب من القريه، بس ده هنكمله في الحلقه الجايه. فلو حابب سيب رايك في الكومنتات ولايك وشير، وما تنساش زرار السبسكرايب، وسلام.